النظام الجزائري كيدير تأشيرة على جميع حاملي الجنسية المغربية. هذا ماشي هو المشكل هو ان كاينه واحد السلسله ديال القرارات ضد المغرب مؤخرا، ومع ذلك كاين واحد المجموعه كنسميها انايا بشبه الطابور الخامس وسط المغرب. دائما فيما كيكون هجوم من الجزائر كيقول لك ما كاينش، ما تخافش، كيقول لك لا راه المشكل داخلي، راه بالعانه كيبغيو يدرقوا هذا الشيء، كيقول لك راه الجزائر هي المشكل. اشوف لنا الفساد لداخل سي محمد. هذا الفيديو غادي تشوف معظم القرارات اللي كانوا ضد المغرب وعلاش وكيفاش حتى وصلنا للتأشيرة. واش كاينه شي حرب في المستقبل ما بين المغرب والجزائر؟ واش خاصنا نوجدوا لها كاشخاص، كدوله، كاقتصاد؟ ولكن قبل ما نبداو نبغيكم ديروا واحد لايك، واحد جيم، كومونتير زوين، او خايب بارطاجيو هذا الفيديو، ابوناو الا مازال ما تابونيتوش، ونبداو نشرحوا شنو هو الطابور الخامس. هذا مصطلح كان كيتستعمل في الحرب الاهليه الاسبانيه. كانت واحد المجموعه ديال الناس مندسه مع الاسبانيين اللي مع مدريد، وكانوا دائما كيهضروا على النظام ديالهم انه خايب، وكيبغيو يخلقوا البلبله في البلاد، كيبريباريوهم الاعداء باش يجيو يدخلوا يلقاو القضيه مبلبله، وهكا غادي يقدروا يضعفوا واحد البلد من الوسط. هذه الطريقه بدات كتستعمل في بزاف ديال الحروب وفي بزاف ديال الدول. كتشد واحد المجموعه كتخشيها في بلاد كتقول لها خلق لي البلبله، نوض لي التشاؤم والبكاء، ورد البلاد اسوأ بلد في العالم باش انا نجي ناكل لك الخبيزه. كاين البعض اللي نيته حسنه ان باغي المغرب يتبدل وباغي يحارب الفساد، وكاين البعض اللي ما عندوش نيه حسنه. انت كمغربي خاصك تعرف تفرق بيناتهم، لان ممكن يقدر المغرب يكون فيه الطابور الخامس بما ان عندك عدو وحدك. البعض كيظن بان الجزائر ماشي عدو، ولكن ملي كنجيو نشوفوا التاريخ وكنشوفوا شنو طرا يبان بان كاين شويه ديال العداء، خاصه من النظام ديالهم. نشوفوا النظام الحالي شنو دار المغرب مؤخرا. في 2021 الى عقلتوا النظام الجزائري فسخ العقد ما بين المغرب والجزائر بالنسبه للانبوب اللي كيمر من الجزائر للمغرب وكيمشي لاسبانيا، واللي كيستافد منه المغرب، وكياخذ تقريبا 65% من الحاجيات ديالو ديال الغاز. وفي عز الجائحه قطع عليه هذا الشيء، راه بلد مسلم مع بلد مسلم وقطع عليه الغاز. بينما ملي كتشوف السعوديه ومصر وكيفاش كيتعاملوا من ناحيه ديال النفط ومن ناحيه ديال الغاز، ودول اخرى عربيه كتجيك غريبه بان الجزائر تبغي تقطع على المغرب، خاصه في ظروف صعبه. في نفس السنة الرئيس الجزائري أعطى أوامر لجميع الشركات الجزائرية باش تلغي جميع الاتفاقيات وتلغي جميع العقود مع شركات مغربية، رغم أنها غادي تضر الجزائريين والمغاربة، ولكن اللي غيتضرر بزاف هما الجزائريين، خاصة في الابناق. حتى من ناحيه ديال صندوق النقد الدولي كان كيقول هذه الفكره راه غالطه. هذا الدعم ديال الجزائر للبوليزاريو كيكلف الجزائر ما بين 30 حتى 60 مليون دولار ديال التعاملات مع المغرب ومع تونس ومع جميع الدول. بالك عليه هذا الحقد، تخيل معايا هو مضحي ب 60 مليار غير باش ما يتعاملش مع المغاربه. وبلا ما نهضروا على الخسائر الكبرى للشركتين المغربيه والجزائريه في هذا الغاء العقد في 10 ايام. وسير حلها نتايا داير معاهم عقد ديال 10 سنين خاصك تلغيه في 10 ايام، لكن الهدف ديالو هو يضر المغرب اكثر من اللي غادي يستافد هوايا. ماشي مهم يتضر هو، المهم المغرب يتضر. غادي تظن بانه راه وقف هنا وقال بركه، لا زاد سيدي هو يقطع على المغاربه الاجواء الجويه، قال لك حتى طياره مغربيه ما تطلع. من الناحيه الاقتصاديه هذا اثر فقط على 15 الرحله جويه اللي كتمشي من المغرب يا اما لتونس يا اما لتركيا، وفي الاخير دازوا من البحر الابيض المتوسط وصل للكوا، وما كانش تاثير مادي كبير. التاثير الكبير اللي كان هو على المغاربه اللي كاينين في المغرب وعندهم عائلات في الجزائر، والجزائريين اللي عندهم عائلات في المغرب واللي كيتلاقاو دائما. هادو هما اللي تاثروا، ولاو باش يمشي مغربي للجزائر خاصو يمشي حتى لفرنسا، ومن فرنسا يدوز الجزائر، او يدير اسبانيا يدوز للجزائر. ونفس البلان بالنسبه للجزائري خاصو ضروري يمشي للجهه الاخرى ويعاود يرجع. مشاكل اجتماعيه كبيره. رغم ذلك الرئيس ما مسوقش لهذا الشيء، ما سوقوش هو في الشعب، هو باغي غير المغرب ما يربحش بجميع الطرق ويضحي بالبلاد كاع قدا. غادي تظن بان صافي الرئيس راه عيا عاوتاني صافي دار كلشي، ولا جا عاوتاني ويقول غادي نقطع جميع العلاقات الدبلوماسيه مع المغرب. وهذا الشيء حتى هو زاد عمق من هذا المشكل ما بين المغرب او النظام الجزائري والمغرب، لان المغرب وغادي نشوفوا في الاخر ديال الفيديو ما كانت حتى شي هجوم على الجزائر.
كبلد وكنظام. غير جالس كيتفرج شنو كيدير هذا السيد هذا. وفي 2021 حاول يستعمل الغاز والبترول والازمه ديال روسيا واوكرانيا والضعف ديال الدول الاوروبيه من ناحيه ديال التسلم ديال البترول والغاز اللي كياخذوا من روسيا، وخاصهم يدوزوا يقلبوا على دوله اخرى اللي هي الجزائر، وبدا كيدفع في الاجنده ديالو ضد المغرب. وهذا الشيء علاش خلى المانيا بالضبط تقول بانها ما بقاش غاده مع المغرب، وحتى اسبانيا حتى هي تولي ضد المغرب، وفرنسا تقول ما قلت والو انايا. هادشي في 2021. لكن الرئيس الجزائري ما كانش عارف بان هذه الازمه عندها واحد المده زمنيه، واللي كيكون مهم هو الاستثمارات على المدى الطويل، والدول اللي عندها توجه اقتصادي بحال المغرب هادو هما اللي مهمين لاوروبا. اما الغاز والبترول تقدر تجيبو من اي بلاد، وهذا الشيء اللي خلى المانيا وخلى اسبانيا وخلى حتى فرنسا مؤخرا تبدل من الموقف ديالها وتولي مع الموقف ديال المغرب. حيت حاليا عندنا جوج ديال المواقف، عندنا موقف ديال المغرب تجاه الصحراء المغربيه، وعندنا موقف الجزائر تجاه الصحراء المغربيه. البعض كيظن بان كاين واحد المجموعه سميتها بوليساريو وراه هي اللي باغا دير هذيك المجموعه ممكن تسالي معاها في مده ديال اسبوع، انها عباره على مجموعه ديال الناس جالسين في الجزائر. المشكل ديال الصحراء المغربيه مع الجزائر ماشي مع بوليزاريو، وهذا هو اللي ما فاهمينوش بزاف ديال الناس. لا توجد بوليزاريو بدون جزائر، واي دوله كتعترف بالصحراء المغربيه كيوقع واحد المشكل دبلوماسي مع الجزائر، وخاصه فرنسا مؤخرا، وحتى اسبانيا وحتى المانيا اللي كيهضر كيتعصبوا عليه، واخا ما ليهم والو في هذا الموضوع اصلا. حتى من شافوا السياحه والارقام القياسيه اللي كيحققها المغرب في هذا المجال هذا، خرجت قناه رسميه جزائريه كتقول هذه السياحه راه كامله مبنيه على طرق غير شرعيه. المهم نتوما راكم عارفين شنو مكتوب هنا، ما بغيتش نقولها لاسباب عندها علاقه بيوتيوب. المهم ما يفرحوش لك الا كانت عندك شي حاجه ايجابيه. طبيعه الحال انا ما كنتش كنتوقعهم انهم يفهموا في السياحه، لانهم اصلا سادين على جميع الدول ديال العالم. حتى الاوروبيين خاصهم فيزا باش يدخلوا الجزائر، هذا اللي كيخليها مسدوده دايره بحال كوريا الشماليه. الناس ديالها ما عارفين شنو واقع برا، حتى تياخذوا فيزا وكيخرجوا عاد كيعيقوا او بالانترنت فقط. هادشي كامل اللي قلت مؤخرا طرا في هاد السنوات الاخيره، وعاد جات الفكره ديال التاشيره اللي ولات كدار على المغاربه. وزيد فوق من هادشي كامل، هادشي علاش البعض شاف التاشيره وكيتحاب ليه راه اول خطوه، وراه القضيه راه شحال هادي هي مدروسه. رجعوا منذ سنوات المغرب ما عمرو ما دار حتى شي خطوه ضد الجزائر لحد الان علنيه ورسميه. جا قال لك اسيدي حنا غادي نديرو على الجزائريين. بالعكس صاحب الجلاله في الخطابات ديالو كامله ما عمرو ما قال شي كلمه خايبه على الجزائر او حتى على داك النظام ديالهم. وتخيلوا معايا يطرى لك هادشي كامل وفي نفس الوقت ما تقول والو. هنا فين كتبان الرزانه. وزيد عليها في اوقات الحرجه ديال الحجر المغرب عطى عشرات المليون كمامه للجزائر. هادشي راه في 2021 في هذاك الشيء اللي كان كيدير النظام ديالهم ضد المغرب. المغاربه حاليا كيطالبوا المغرب انه يدير تاشيره على الجزائريين لانه ما داروا تاشيره علينا، لحد الان ما كاين حتى شي تجاوب. علاش؟ لانه عارف داك النظام مصدع غير كيفركل راسو بوحدو. بغيتي غلبوا غير بالنجاحات الاقتصاديه اللي كانت هاد السنوات كامله في المغرب. ارقام قياسيه ديال السياحه، مستثمرين كيجيو، حتى الصينيين كيجيو للمغرب. كاس العالم غيتنظم في المغرب، بنيه تحتيه غادا مزيان. كاينين مشاكل اقتصاديه وكاينين مشاكل اجتماعيه، ولكن في نفس الوقت راه غاديين وكنتطوروا.